عزيزتي الزوجة الجديدة للمرة التانية، ربنا يسعدك يا رب ويكرمك. ولكن ما كانش المفروض ان يحصل زواج قبل ما يحصل علاج للخبرات السابقة السلبية. وده دايما اللي انا بنادي عليه وبنادي بيه، ان اي حد يا جماعة انفصل بعد جوازة صعبة او جوازة فيها ألم نفسي او جوازة فيها مشاكل، من فضلكم ما ندخلش في علاقة تانية ولا جوازة تانية قبل ما نتأكد ان احنا تعافينا تماما من العلاقة السابقة وجاهزين ان احنا ندخل حد في حياتنا عشان لا نضره ولا نضر نفسنا. طبعا في بإذن الله حلول، وده طبعا كله خاضع لعاملين: تسهيل ربنا ان شاء الله، ومدى التزامك بانك تراجعي حد متخصص عشان يقف معاكي على التفاصيل ويتناقش معاكي في نوعية الصعوبة او في نوعية الخبرة السيئة اللي حضرتك بتقولي ان انت تعرضتي ليها في الزيجة الاولى، ويقدر يعديها لك وتستقيم بإذن الله حياتك وتعيشي سعيدة مع زوجك الحالي، وربنا يكتب لك الخير إن شاء الله. ولكن من فضلك ما تتأخريش في طلب المساعدة في أسرع وقت ممكن. ولو محتاجة أي دكتور في مدينتك أو في المنطقة اللي حضرتك ساكنة فيها، من فضلك ابعت لنا لو حضرتك مقيمة في مصر، عشان نقدر نرشح لك حد قريب منك، أو نقدر نرشح لك حد من الزملاء الثقة اللي ممكن يتعاملوا معاكي بشكل أونلاين كمان. وبإذن الله أسمع عنك كل خير.